السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا دي كانت بمناسبة المولد النبوي. عايزين طبعا بمناسبة المولد النبوي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا، وهي مربى التين. قلت لكم على مربى العنب، دي مربى بنت ناس، لكن دي مربى بنت اصول من اصل بشوات. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا التين السلطاني ده اوانه، واحلى حاجه ان انتي تستغلي الحاجه في اوانها. يعني انتي ممكن تعملي منها كميه وتعقمي البرطمانات وتشيليها، هتنفعك لفتره طويله. بصوا يا حبايبي، هي مقدار المربى سهل قوي. هو كيلو تين، بس كيلو تين بعد ما تغسليه وتعملي الحركه اللي انا عملتها دي، ان انتي تشيلي العنق منه، لكن وبعد كده توزنيه ان هو يكون كيلو. فانتي وانتي بتعمليه هاتي كيلو وربع، هو هيصفصف معاكي على كيلو. هتغسليه طبعا غسل كويس جدا، ويستحب اليوم اللي انت تجيبي فيه التين اعمليه، لان التين روحه قصيره. تمام. بصوا انا غسلته مرتين ومسكته قطعته. بصي انتي قطعي المربى، لو انتي من الناس اللي بتحبي المربى بوريه مش هتفرق معاكي تقطيع كبير ولا تقطيع صغير، لانك انتي هتضربيها بالهاند بلندر. لكن انا بالنسبه لي وبالنسبه لولادي وبالنسبه لنا كعيله عموما، احنا بنحب المربى القطع. عشان كده ما تلاقيش ولادي بيميلوا ان انا اجيب مربى مثلا ايام الدراسه، لا هم اتعودوا على طعم المربى القطع، فمش بيتقبلوا اي مربى تانية. تمام يا حبايبي. بصوا انا بقطعها حتت صغيره، مش بقطعها حتت كبيره، على اساس ان هي لما تستوي تصغر، ففي نفس الوقت تبقى قطع، وفي نفس الوقت تبقى قطع برضو ايه، مش حجمها كبير. بصوا انا دلوقتي الكيلو التين اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو في الاصل كان كيلو ربع، وانا غسلته غسل كويس وقطعته تقطيع اللي هو المناسب بالنسبه لي، هيتحط عليه 3 كوبايات سكر. لو انتي من الناس اللي بتحبي الحاجه ما تبقاش مسكره قوي، ممكن تستبدليهم بكوبايتين او كوبايتين ونص. طب مقدار الكوبايه اللي انتي حطيتي بيها مقدار الكوبايه الشاي العاديه اللي هي البيضه، المج العادي. انتي بتجيبي التين وبتحطي عليه السكر وحطيه من بالليل في التلاجة، تمام، لحد تاني يوم. طبعا السكر هيدوب مع التين وهينزل كده زي شويه سوائل، دي اللي هتسوي المربى. طب نفترض انتي كده جبتي التين والولاد قالولك لا يا ماما احنا بالليل عايزين نتعشى بالمربى وناكله معاها مثلا قشطه. يا قشطه هتعملي ايه؟ هتاخدي التين اللي انت قطعتيه على الكوبايات السكر اللي احنا قلنا عليها، اللي هي حسب حلاكي، يا 3 يا كوبايتين يا كوبايتين ونص، شوفي انت الحاله بتاعك ايه. لو حلاكي مسكر قوي اعتمدي 3، وهتقلبيهم كده وتحطي عليهم بنفس المج اللي انت حطيتي عليه بيه السكر، هتحطي نص كوبايه ميه. طب ليه انا حطيت نص كوبايه ميه؟ لانك انت لو حطيتي التين سكر كده على النار، مفيش ماده سايله هتخلي السكر يدوب، وبالتالي التين يدخل في التسويه. تمام. بصوا حبايبي، دول عصير 2 ليمونه حجمهم كبير. امتى حطيتهم لما المربى استوت واتسبكت معايا قوي قوي، خلاص استوت من السكر وبقت نسبه السوائل فيها قليله. حطيت ايه؟ الليمون خد غلوه وطفيت عليه، وده الاختبار. بتحطي المعلقه كده في النص وبتعمليها بصباعك. لو الخطين ما التحموش على بعض بسهوله، يبقى خلاص ثبت، ويبقى كده المربى استوت، وبالهنا والشفا. واتمنى ان انتي تجربيها وتعجبك. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.